بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين. معكم رئيس جمعية الاستقطاع الخير الأعمال الاجتماعية. من ضمن الأعمال اللي كنديروا في الموسم هو العمل القرآني اللي إن شاء الله نقوموا به، اللي إن شاء الله يكون في دار الشهيد الحاج المسكينين، ونتمنى من الله للجميع شهر مبارك سعيد، وهذه العشر الأواخر تكون فعل الخير على الجميع، والله يقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونتمنوا على الوليدات إن شاء الله اللي بذلوا مجهود باش يوصلوا للنهائيات يكونوا على حسن ظن الجميع. الله يوفق الجميع. من ضمن الاعمال اللي كنقوموا بها سنويا هو العمل القراني اللي ان شاء الله حنا في صدد العمل به. غنديروا ان شاء الله في دار الشباب الحاج المسكيني، ونتمنى في هذه العشر الاخيره ان شاء الله ديال رمضان تكون فعل خير على الجميع، والله يقبل منا ومنكم صالح الاعمال، والله يسر هاد الوليدات اللي قاموا بمجهودات باش يوصلوا للنهائي. نتمنى لهم يكونوا على حسن ظن الجميع، والله يوفقهم، وشكرا بزاف والسلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين محمد الحمراء، كاتب فرع الجمعية المغربية لأساتذة مادة التربية الإسلامية فرع القنيطرة، في هذا النشاط المبارك الرمضاني، في هذه الصبحية المباركة، في هذا الحفل القرآني، نتشرف بحضورنا وبحضور هذه الثلة المباركة من الأساتذة والدكاترة والطلبة. فالجمعية المغربية لأساتذة مادة التربية الإسلامية هي شريك مع جمعية أصدقاء الخير القنيطرة في تنظيم هذا الحفل القرآني البهيج. هذا الحفل القرآني البهيج جاء في سياق الاحتفال في هذا الشهر المبارك، شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فهذا الشهر هو شهر القرآن بامتياز، ولهذا نحاول في أنشطتنا نحن في الجمعية المباركة أن نربط أبناء هذه الأمة، أبناء هذه المدينة بكتاب الله جل وعلا، وأن نسهم على قدر الإمكان. ونشكر كل المساهمين وكل المشاركين في هذا النشاط النوعي المميز، ونسأل التوفيق والسداد للمشاركين جميعا. نشكر كل واحد باسمه واسمه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.